السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أخواتي في قناة شيف بسمة. اليوم إن شاء الله غادي نصايبوا واحد العصير رهيب هائل في المذاق. واخا غادي تستغربوا شوية في هاد المقادير اللي غادي نديرهم، ولكن تيجي روعة. نتمنىكم تجربوه. انا نهار اللي سمعته في الراديو، اول مره سمعت هذا العصير هذا سمعته في الراديو. منين سمعت فيه الفرماج وسمعت فيه الفاني، انا اصلا العصير تيكون فيه الفاني تنرفضه، ولكن قلت منين تنسمع بكثره ما ان السيده اللي حطاتو تشكر فيه، قلت نجربه. منين جربته تيجي رائع في المذاق، يعني وتيجي واحد الكميه تيخرج نيت كميه كثيره، وتيكون منعش في فصل الصيف. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. غادي نحتاجو فيه ان شاء الله كاس ديال ياغورت بالنكهه ديال الحامض. هنا غادي نجمدوه. هاد الياغورت راه مجمد تقريبا 125 غرام ديال الياغورت، اما بالحامض اما بالفاني. غادي نجمدوه، من الاحسن انكم تجمدوه. وغادي نحتاجو ان شاء الله واحد القشره تاع الحامض تاع اي الليمون. غادي نديرو هذيك القشره الصفراء، اما هذيك البيضه غادي نحيدوها، عاد نقيو الليمونه كما تشوفوا. يعني هذيك الباباس البيضه ما كايناش نهائيا. غادي نديرو ان شاء الله ليمونه نقطعوها دوائر، نحيدو ليها القشره ديالها هذيك الصفراء. هذيك القشره البيضاء نحاولوا نحيدوها ونرميوها ونقسموها دوائر. نحيدو منها دوك العليفات اللي تيكونوا من الوسط. وغادي نستعملوا ان شاء الله واحد الفرماجه اما مربعه اما مثلثه، فرماجه وحده. وغادي نحتاجو ان شاء الله عصير حامضه، اي عصير ليمونه وحده اخرى من غير هادي، عصير ديال وحده اخرى. وغادي نحتاجو الماء تقريبا. هاد المقادير اللي عطيتكم غادي تستعملي على حساب نتيا، ولا لا بغيتي يعني النكهه ديال الحامض تجيك قويه استعملي هي الماء فقط. الا بغيتي يعني ما تتبغيش نكهه الحامض انها تجي دايره، يعني ما بين يترو حتى لتر ونص اللي تيخرج لك هاد العصير، ما بين يترو حتى لتر ونص. بالنسبه للسكر على حسب الذوق، هو مع الحامض وهذا تيجي شويه قاصح تستعملي. انا تنستعمل مره 5 المعالق، مره 6، على حسب الذوق. السكر على حسب الذوق. وهنا غادي نستعملوا واحد الساشي ديال سكر الفاني، ولا معلقه صغيره ديال بودر فاني. هاد البودر فاني انا كنت اي عصير تنسمع فيه الفاني تنرفضه، ولكن منين جربته خصوصا مع هذا العصير هذا راه تيجي رائع في المذاق. نبداو ان شاء الله على بركه الله. كما قلت لكم الحامضه غادي نحيدوا لها ديك الجلده البيضاء، راه هي اللي تتكون فيها المروره، ونكونوا محيدين لهم العظيمات. وغادي نديروا هذيك قشره حامضه، وغادي نديروا ان شاء الله هذيك فرماجه مثلثه ولا مربعه اللي كان. وغادي نديروا ان شاء الله هذا الياغورت من الاحسن انكم تكونوا مجمدينه. وراه هذا العصير واخا تيبقى في الثلاجه راه ما تيتعزلش الياغورت على الحامض، تيبقى يعني لون واحد. غادي نضيفوا ان شاء الله ديك عصير حامضه اي ليمونه، وغادي نديروا هذيك بودر فاني، وغادي نديروا ان شاء الله السكر، وغادي نديروا ان شاء الله الماء. انا هنايا درت نص لتر، كنطحن مزيان، تاكد بلي راه تطحن مزيان. عاد نزيد ان شاء الله الكميات الماء الاخر. ودروكا غادي نطحنوا، يعني تياخذ لك واحد شويه تاع الوقت في الطحين. غادي تخدمي عليه الميكسور ديالك تيطحن، ومره طفيتي تتسرحي الميكسور تعاودي تخدمي. يعني خاصو يتطحن مزيان خاصو يتطحن. عاد ديك الساعه ان شاء الله نصفيه ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل ديال العصير ديالنا من بعد ما طحناه. كما تشوفوا اللون راه ما تيتعزل ما والو، يعني وتيجي واحد المذاق. لا يعني راه تستغربوا ما تعرفوش اش من باش مصاوب هذا العصير. هي تتبني مذاق ديال الحامض، ولكن ما تطيحش لك في البال بلي راه بهاد المكونات هادو. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. راه تيجي لذيذ بزاف ومنعش وخفيف، يعني راه ما تقنعوش منه. ويعني وما تخوفوش انه يتعزل لكم دانون على الحامض. يعني نتمنىكم جربوا هذا العصير، راه ساهل وبنين واقتصادي. انا تنضيف هيتروت الماء مع تنبيه داك المذاق ديال الحامض يجيني مزيان. من الاحسن انكم تضيفوه ديروا هيترو تاع الماء في المجموع، ديروا هيترو الماء. ومنين تطحنيه ضروري تصفيه باش تحيدي منه هذوك سميتو الخيوطه ديال الحامض. ضروري انك تصفيه. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر ومع وصفات اخرين. ومع السلامه.